سلام، معكم مورو ورجعنا لكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نشوف ليش محتوى الانتقاد اختفى من اليوتيوب. بس قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد. ويلا خلينا نبلش. في عام 2019 و2020 كان منتشر كتير محتوى الانتقاد، مثل أحمد أبو الرب وأبو هيكل وبرهوم عراوي. اللي بيتذكر فترة 2020 و2021 كيف صار فيها مشاكل بين أبو هيكل وأحمد أبو الرب. طيب راح أحكي لكم سبب المشاكل اللي صارت بين أحمد أبو الروب وأبو هيكل. خلينا نرجع على الماضي لورا. والله نرجع كتير كتير لورا. قبل ما ينشهر أحمد أبو الروب على اليوتيوب كان مشهور على الفيسبوك بجروب اسمه جروب أخوان، حسب ما بتذكر هيك، جروب أخوان. وكان أبو هيكل واحد من عضو هذا الجروب، وكانوا هو أحمد أبو الروب كتير صحاب. كانوا كتير أصحاب هو أبو هيكل. بعدين أحمد أبو الرب ترك هذا الجروب واندار لليوتيوب وللسوشيال ميديا. وبعدين أبو الروب انشهر كتير بالسوشيال ميديا وصار من أحد اليوتيوبرز العرب الكبار. أم إجا الدور على أبو هيكل يصير يوتيوبر. أبو هيكل بعد جديد على اليوتيوب، ما بيعرف كيف بده يمنتج ولا بيعرف كيف بده يصور. فهو مثل ما قلت لكم إنه هو أحمد أبو الروب كتير أصحاب. فاتصل لأحمد أبو الروب وقال له بدك تساعدني بالمونتاج وكيف صور شو اشتري مايك وكذا. فعلا أبو الروب ساعده لأبو هيكل وعلمه ودعمه. مو دعمه بالمتابعين انه قال لمتابعين روح ادعموا لابو هيكل، لا ساعده انه كيف يشتري مايك وشو احسن كاميرا، وهديك الكاميرا مش منيحة وهي الكاميرا احسن. فهيك يعني. وفعلا في عام 2020 نزل ابو هيكل اول فيديو على قناته. وفعلا أبو هيكل بلش ينشهر وبلش يكبر ويتعب على حاله. وقت كان عنده أبو هيكل 20 و30 ألف مشترك، جاء أحمد أبو الرب وقال له لأبو هيكل إنه ليش ما تحكي عن برهوم عراوي، لأنه هو بسرق محتواي وبقلدني بكل شي. فعلا أبو هيكل نزل فيديو عن برهوم عراوي إنه هو كيف بسرق محتوى أبو الرب وبقلده بكل شي. فعلا أبو هيكل نزل هذا الفيديو وانتقد برهوم إنه هو كيف بيسرق محتوى أبو الرب. بعد ما أبو هيكل كبر باليوتيوب وبلش اسمه يلمع، طلع لحاله هيك وقال هذا أكبر غلط اخترته أنا. لأنه أبو هيكل حكى بينه وبين حاله إنه كيف أنا بحكي عن حالي محتواي انتقاد وبنتقد الناس اللي أنا بدي إياهم، مو خلي أي شخص يروح يقول لي روح انتقد هذا الشخص لأنه بقلدني. فهذا أكبر غلط اختاره أبو هيكل، وطلع حكى عنه وبلش مشاكل بين أحمد أبو الرب وأبو هيكل. وهون كانت المشاكل بين أحمد أبو الروب وأبو هيكل بسبب برهوم عراوي، إنه هو كيف بيسرق محتوى أحمد أبو الروب. هلا أنا ما بعرف إذا أبو هيكل وأحمد أبو الروب تصالحوا مع بعضهم ولا لهلا متخانقين وزعلين من بعض. وبس ها هي كانت قصة أبو هيكل وأحمد أبو الروب كيف بلشت المشكلة بيناتهم. وهلا ننتقل لسؤال الحلقة، إنه ليش محتوى الانتقاد اختفى من اليوتيوب العربي. هلأ في عنا 3 أسباب إنه ليش محتوى الانتقاد اختفى من الوطن العربي. أول سبب، أول الأسباب إنه ليش هو محتوى الانتقاد اختفى من الوطن العربي، إنه ما في شي ينتقدوه. يعني بالله عليكم شو بدنا ننتقد؟ ليش نارين بيوتي لبست الفستان الأحمر، نحن نحب الأخضر؟ يعني ما في شي. مثلا مثل نور ستارز عملت مكياج نحن ما بنحبه. فهذا هو أول أسباب ليش هو محتوى الانتقاد بلش يختفي شوي شوي. تاني سبب ليش هو محتوى الانتقاد بلش يختفي شوي شوي هو الخوف. هلا بتقولوا لي خوف من شو؟ بقول لكم خوف من الشخص يلي طالع انت تنتقده انه يرفع عليك قضية. ثالث الاسباب ليش هو محتوى الانتقاد بلش يختفي هو مورو. نعم يا جماعة، هو أنا بصوتي بانتقادي خليت العالم كلياته يصفن فيني. يعني أنا يا الله ما أحلاني. خلص يا جماعة الخير والله بمزح معكم، يعني الواحد ما فيني يمزح معكم مسحة، مسحة صغيرة يا زلمة شبكون. يعني والله ما لقيت ثالث سبب يا جماعة. يعني هدول هن أقوى سببين ليش بيخلوا المحتوى الانتقاد بلش يختفي. فهدول هن أول سببين ليش بيخلوا محتوى الانتقاد يختفي. وبس هون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تحطوا لايك، شاركوا بالقناة، فعل الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد. ومع السلامة، ومعكم مورو.